السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل بداية الاكلات الاقتصادية. هنعمل النهارده كشري مصر مع بعض. هنا جبنا شوية عدس بجبة كده نقعناهم، وهنا شوية حمص برضو حطينا عليهم شوية مية كده ونقعينهم، وهنا ايه شوية طماطم كده طلعتهم من الفريزر يفكوا، وهنا رستهم، وهنا شوية ايه مكرونة كده طلعتها، وهنا عملت ايه بصلة كبيرة كده قطعتها جوانح زي ما انتوا شايفين كده، واحط عليها شوية ملح وشوية نشا وشوية دقيق كده، واقلبها كويس في بعضها. بصوا طبعا تقدري تكتري الكمية زي ما انت عاوزة يعني. حطيت حلة على النار فيها شوية ملح وفيها شوية زيت وفيها شوية مية طبعا، هسلق فيها المكرونة. اول لما تغلي هبدأ بقى انزل بالمكرونة بتاعتي. هنا عندي مكرونة صغيرة ومكرونة سباكيتي، لو انت عاوزة تعملي مكرونات تانية زي ما انت عاوزة. هنا كانت قربت تغلي معايا اهي ما شاء الله. طبعا بسلقها سلقة كاملة. خلاص بقى هطلعها وابدأ بصفيها. وهنا الزيت اهوت حطيت شوية زيت حلوين كده عشان هستفاد بهم لكل الاكلة بتاعتي. هبدأ بقى انزل بالبصل بتاعي واحدة واحدة كده واقلب فيه كويس. اول لما الزيت يغلي يعني اول لما الزيت يسخن معايا هبدأ بقى انزل ايه بالبصل واحدة واحدة كده واقلب فيه كويس. والزيت ده طبعا هستخدمه للصلصة وهستخدمه للشطة وهستخدمه للرز اللي احنا هنعمل فيه. بصوا ما شاء الله. هبدأ بقى اقلب فيه كده شوية واسيبه ايه يحمر كده مع نفسه. هسيبه كده يحمر شوية. هبدأ بقى اصفي المكرونة بتاعتي وهسيب ايه شوية مية من سلق المكرونة ده احطهم على الرز. صفيته اهو سبت شوية مية. البصل بتاعي كان خلاص قرب يحمر. هبدأ بقى اطلعه واصفيه كده على مناديل. وطبعا غسله الرز كويس ومعايا ربع كيس شعريه. هطلع البصل وابدا بقى انزل ايه بالشعريه. هنقص الزيت ده شويه اخد منه شويه بقى ايه للحاجات اللي انا هعملها تانية. هسيب بس شويه للرز على قد الرز بس. وطبعا هنا طلعت البصل بتاعه صفيته على مناديل. هنزل بقى ايه بربع كيس الشعريه بتاعي واقلب فيه كويس كده. وهكون غاسله بقى الرز ومصفياه. والعدس طبعا هصفيه من الميه اللي كانت فيه. احط على الشعريه دي اول لما تتحمر احط على العدس بجبه وابدا بقى اديها تشويحه كده مع الشعريه الاول. وبعدين هنزل بالرز واديهم التلاتة تشويحة مع بعض كده. وبعدين هنزل ايه بمية المكرونة اللي انا كنت شايلاها لسه طبعا مغلية ونازلة من على النار. هنزل بمية المكرونة دي وازودها ايه شوية ماء صغيرين واحط عليه شوية كمون واحط عليه شوية ملح وبس كده. طبعا الكمون بيدي طعم وريحة حلوة قوي. وطبعا هعلي عليه النار يشرب المية بتاعته. اول لما يشرب المية بتاعته هدي عليه النار خالص يستوي ايه مع نفسه كده. كان ما شاء الله شوية رز زي العسل. والزيت بتاع البصل ده كان مديله لون لامع كده وحلو قوي وطعمه برضو حلو. هغطي عليه بقى واسيبه ايه يشرب المية بتاعته. وهنا ايه حطيت حلة على النار فيها شوية مية فيها شوية فيها جزر وفيها بصل وفيها طماطم وفيها شوية ورق لورا وشوية ملح وشوية فلفل اسود. واول لما تغلي هبدأ بقى انزل بالايه بالحمص بتاعي عشان نسلقه. وحطيت مكعب مرقة. ممكن تضيفي مكعب مرقة او مكعبين زي ما انت حابة طعميها يعني. هنا الرز كان شرب المية بتاعته وابدأ بقى اهدي عليه النار خالص واسيبه كده يستوي مع نفسه. واعلي طبعا على الحمص عشان يستوي معايا بسرعة. هنا اول لما جالي بدأت انزل بالحمص اهو زي ما انتوا شايفين واسيبه بقى ايه عالي عليه كده عشان يستوي بسرعة. طبعا الزيت بقى اللي كان باقي من البصل خدت منه شويه اهوت حطيتهم في طاسه وبدات انزل بايه بشفشق طماطم كده حلو معايا. حطيت عليها شويه بابريكا وشويه فلفل اسود وشويه ملح. طبعا الطماطم ما كانتش حمراء قوي فزودت بابريكا. طبعا هحط توابل الكشري اللي انا جايباها من اسوان بس ايه لما تتسبك معايا خالص احطها في الاخر عشان الريحه ما تروحش. وهنا هعمل بقى ايه الدقه بتاعه الكشري. حطيت هنا ايه شويه توم كده واحط شويه خل واحط شويه ميه واحط شويه ملح وشويه كزبره وشويه كمون. ماما قالت لي على الطريقه دي ما شاء الله طلعت حلوه احسن من اللي هو على النار وكده لانها بتعمل انتفاخات وبتكركب في البطن. الطريقه دي حلوه قوي. هحط الخلطه اهو عملتها في الخلاط. هبدا بقى ايه اعصر ليمونتين 3 كده عليها وكانت زي العسل ما شاء الله وحلوه قوي. وطبعا بقى عاوزه تعملي شطه هتاخدي معلقتين من الصلصه بتاعتك على معلقتين ميه من بتاعه الحمص بتاعتك على شويه شطه على شويه زيت وتقلبهم مع بعض كده واحلى شطه ما شاء الله. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا رايكم في الطريقه وما تنسوش اللايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.